سيدنا محمد احيا الموتى؟ ايوه حصل. واحيا من هو ابعد من الموت. اقول لسعادتك سيدنا عيسى احيا بشر كان فيه روح وسلبت الروح. غايه الامر انه ربنا سبحانه وتعالى على ايدين سيدنا عيسى نفخ الروح تاني، تمام؟ والطين كشكل الطير نفخ الله فيه الروح. تخيل حضرتك انه سيدنا النبي محمد يحيي خشبه، احيا خشبه، جذع النخله، جذع النخله اللي كان بيقف عليه سيدنا النبي يخطب، وبعدين واحده ست واتاك الجذع يبكي. الله ينور على سعادتك. قعد يعيط. النص الحديث يبكي كبكاء الطفل، فنزل النبي من على المنبر واحتضنه وكلم الجذع، والجذع رد عليه وخيره النبي صلى الله عليه وسلم: يا جذع، تحب ارجعك للجنينه اللي كنت فيها، اغرسك مره تانيه تنبت عروقك وتثمر، ولا تبقى نخله في الجنه؟ قال: نخله في الجنه يا رسول الله. سيدنا النبي يقول: لو لم التزمه، يعني لو لم احتضنه، لظل هكذا حزنا الى يوم القيامه على سيدنا النبي محمد. الميه طلعت من الحجر لسيدنا موسى، الميه طلعت من بين صوابع سيدنا النبي. ايهما اعجب؟ ما الميه بنشوفها طالعه من وسط الحجاره واحنا ماشيين في الصحراء عادي جدا، انما ميه عذبه حلوه جميله، اجمل ميه ممكن تتخيلها طالعه من بين الصوابع زي الحنفيات، حصلت مع سيدنا النبي. سيدنا موسى ضرب البحر فاتشق نصفين. صحيح. سيدنا النبي ضرب السماء فاتشق القمر نصفين. انشقاق القمر اعجب ولا انشقاق البحر؟ ده البحر آية أرضية، وانشقاق القمر آية سماوية، والآية السماوية أعجب. طب سيدنا النبي محمد كان يعلم لغة الطير؟ كان يعلم لغة الطير. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسبح معه الحصى والجبال؟ كان يسبح معه الحصى والجبال. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سخر له الرياح زي ما سخرها لسيدنا سليمان؟ لا، سخر له الكون كله. عجيب. وده سيدنا النبي عرفوه. وسيدنا الامام الشافعي قال: فمن قال سخر الله لسليمان الرياح، اقول لك سخر الله لمحمد الكون كله. رحلة الإسراء والمعراج أنا من وجهة نظري الكون كله في هذا الوقت تعظيم سلام كله توقف ثابت لحد ما خرج من دائرة